هل في اول نزول الاسلام حرم الخمره؟ لا طبعا، صح كده، حرمت على تدريج. فده اللي بقوله يا فندم. طب ما انا بقول لك النهارده هاخد 50% من الاجره السوقيه، انت عايز تدريج ايه تاني؟ يعني ما المقصود بالتدريج؟ ما هي دي حاجه ما اقدرش اسنها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده بقى هنتكلم عن ايه؟ عن الايجار القديم. الناس اللي بتقولي انت بتطبلي بس للرئيس عبد الفتاح السيسي وللجيش وللشرطه، يا جماعه انا مع الحق، اي حاجه فيها حق ومع الغلبان انا معاه. عاوز اقول لكم يا جماعه، فعلا الايام دي قنبله موقوته بين المالك وبين المستاجر. يعني الايام الجايه دي ربنا يستر فعلا بجد، ما تقومش حرب اهليه. يعني اللي اشعل القنبله دي انا معرفش هو استفاد ايه، او هو بيلهينا عن ايه، او في ايه بالظبط علشان يقلق الناس ويخلي الناس فعلا عايشة في قلق لمدة 7 شهور او 8 شهور جايين. المالك والمستأجر يبقى كده عايشين في توتر وقلق وخوف ورعب من اللي جاي وايه اللي هيحصل. انا مش عارفة ايه اللي هيحصل. عاوز اقول لكم كمان ان اكتر الناس بتدخل لي عن طريق قصه. في ناس كتيره بتقول احنا مش لاقيين صفحتك، انا معرفش ليه. احتمال عشان عندي قيود لسنه 2025، واحتمال علشان الاحداث اللي كانت بتحصل بين غزه وبين اسرائيل. ممكن برضو يعني ممكن احتمال يعني مارك خافي الصفحه خالص، بس اللي يعني بيعمل بحث عني بيلاقيني. عاوز اقول لكم بقى اكتر الناس من ملاك دخلولي عن طريق قصه يا جماعه، والله يعني عاوزة اقول لكم ان هم عندهم كمية غل من المستأجر غير عادية. يعني في بعض منهم فعلا ما بيتقيش ربنا في المستأجر القديم. اللي يقول لي ما يغور المستأجر القديم، ما يروح في داهية ويدينا شقتنا، ياخد اللي دفعه ويدينا شقتنا. ماشي، حلو الكلام، ماشي يا باشا، خد شقتك، بس حاسب بقى ايه المستأجر القديم على الخلو وعلى الصيانة وعلى انه يشاركك في الحديد والاسمنت، وكمان يعني بقيت تاخد منه خلو ايام زمان بسعر جرام الذهب. يعني كان زمان بيحاسبوكوا على سعر جرام الذهب، خلاص حاسبوا على سعر جرام الذهب الايام دي، والصيانة الايام دي، وكل حاجة الايام دي بسعر زمان. تحاسبوا الايام دي زي ما اخدت منه سعر زمان برخص التراب، حاسبه بسعر دلوقتي. يعني انت تحاسب المستاجر القديم زي ما يعني اخدت دم قلبه، حاسبه دلوقتي. وطبعا العقد شريعة المتعاقدين، انتوا اتفقتوا على حاجة، جايين دلوقتي بعد ما الايجارات عليت جدا جدا، جايين دلوقتي عاوزين تعلوا الايجار القديم علشان اللاجئين عندنا يقعدوا مطرح السكان. يعني الساكن القديم يطلع واللاجئ هو اللي يقعد مطرحه. ليه؟ علشان ايه؟ يعني المحكمة الدستورية دلوقتي كان في نص او كان في بند هما مش كانوا شايفينه زمان، فجايين يعدلوه دلوقتي. طب يبقى فين الثقة بعد كده في المحكمة الدستورية؟ فين الثقة في مجلس النواب؟ فين الثقة في حكومة مصطفى مدبولي بعد ما يعني الناس قالت عاوزين نغير حكومة مصطفى مدبولي، والرئيس برضو غير الوزارة، ورغم كده برضو فضل مصطفى مدبولي يستفز الناس ويغلي العيشة على الناس وجاب اخر الناس، وبرضو جايين في الاخر تطلعوا الناس من بيوتها. لا، ما ينفعش كده يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الناس نزلت وفوضت سيادتك، وقفت مع سيادتك، وقفت جنب الجيش والشرطة، ففي الاخر هم بيستغيثوا بسيادتك على القانون الايجار القديم وكمان الجديد. يعني الجديد كمان مدمر الشباب. يعني ايه شاب يدخل او عاوز يتجوز وفي الاخر ياخد شقة، يعني ياخد شقة ب3000 و4000 وبعد كده ينطرد من شقته علشان يزودها 8 و9 و10 علشان اللاجئ السوداني والسوري والعراقي والليبي وايا كان عاوز طبعا يغلي على شبابنا السكن، فصاحب العقار يطرد بقى ايه الشباب المصريين ويسكن بدلهم اللي هم لاجئين عندنا. هو ينفع ان انا اسكن لاجئ عندي ب25,000 جنيه واطرد الشاب اللي هو بني لسه حياته ب3000 جنيه وب4000 جنيه؟ طب يعيش منين؟ يأكل منين؟ يشرب منين؟ يخلف منين يا جماعة؟ يعني الرحمة بالناس، الرحمة بالناس. من فضلك يا ريس، الشعب يعني مطلب شعبي فعلا.
يعني وزارة دكتور مصطفى مدبولي ترحم الناس، يا اما بقى تغيير وزاري، لان فعلا الناس تعبانة، الناس فعلا تعبانة من كل حاجة، الناس تعبت من كل حاجة، مش عايشين في بلدنا يعني نتوتر، عايشين في خوف، في قلق، مش عارفين ننام. وكمان الناس هتقعد 8 شهور مستنية مجلس النواب يحن بقى على المستأجر يعلي القيمة الإيجارية من 2000 ل 5000. ازاي يعني؟ والناس معاشاتها اقل من 1000 جنيه. طب يعيشوا ازاي؟ يعني الناس تتشرط في الشارع، فوق 50 مليون مستأجر يعيشوا في الشارع علشان المالك يعني يسكن اللاجئين عندنا؟ هل يعقل؟ يا فندم، شعبنا قبل اي حد، الغلبان قبل اي حد، يعني محدش يجي على رغيف العيش للغلبان، ولا شقة الغلبان، ولا معاش الغلبان، ولا ادوية الغلبان. يا فندم، الناس نزلت فوضت سيادتك علشان تحمي الغلبان، مش علشان الناس يعني تقول بعد كده بعد ما فوضنا الرئيس عبد الفتاح السيسي جايب لنا حكومة تمرمط فينا وتبهدل فينا. الحكومة يا فندم اللي تحت ايد سيادتك مش عارفين يديروا اي حاجة. الحكومة اللي تحت ايد سيادتك دمروا ناس كتير، دمروا الغلبان. العيشة بقت غالية جدا على الناس، الاسعار غالية جدا نار، كل حاجة في السوق يعني اوفر فوق الخيال. علشان انزل اجيب فطار غدا وعشاء اقل حاجه بالميت بقى، ما فيش ولا لحمه ولا فراخ ولا سمك، 500 جنيه بالميت، ده لو كفه كمان. الناس بقى تجيب منين؟ طب يا فندم، نظرة على رجال الاعمال، نظرة على الاعلاميين، على عمرو اديب اللي هو السعودي اللي هو ومراته اللي بيلبسوا الساعه ما شاء الله تاكل شعب مصر بحاله. بصوا على احمد موسى، على شقعه، على عمايره، على عربياته. بصوا على الاعلاميين اللي طالعين عاملين حمله على الغلابه ان هم يعني في صالح المالك. يعني ايه هو هم في صالح المالك، والمالك يعني فرحان على الاخر ان الناس كلها في صالحه، والغلبان مين في صالحه يا ريس؟ مين يا ريس في صالح الغلبان؟ طبعا يا ريس كلنا بنحبك وكلنا معاك وكلنا في ظهرك وفي ظهر الجيش المصري، بس يعني حكومتنا ما تجيش على الغلبان. الغلبان اول حاجة، الناس فعلا عايشة في خوف وتوتر وقلق وما بتنامش، ويعني الناس فعلا جابت اخرها من حكومة دكتور مصطفى مدبولي. الرحمة يا ريس من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لان فعلا الناس جابت اخرها. طيب يا ريس، في ناس كتيرة ساكنة في اماكن راقية جدا، رغم كده مش لاقين ياكلوا، معهمش فلوس، واخدين الشقق دي ورث عن اهاليها، ورغم كده معاشاتهم قليلة جدا، يعني 1800 جنيه، 1000 جنيه، 800 جنيه، 2000، 3، 4، 5، يكفي ايه؟ تعال بقى للوزير والغفير والناس اللي هي ما شاء الله يعني رجال اعمال بياخدوا يعني مرتبات فوق الخيال. طب سايبين الناس دي ليه وجايين طحنين اللي هو فعلا غلبان؟ طب الارزاقي اللي ملوش معاش ولا ليه وظيفة يجيب منين ايجار؟ هو ساكن ايجار قديم، يجيب بقى ان شاء الله يعني يزود ايجار منين يا ريس؟ منين يا ريس؟ استغاثة الرئيس عبد الفتاح السيسي ينصف الغلبان لو سمحت يا ريس، اهم حاجة الغلبان. وسيادتك اول ما مسكت الرئاسة قلت الشعب المصري في عينك، الشعب المصري يا ريس قلت ان هو في عينك، فلو سمحت ما تخليش الشعب المصري نايم في بيته وقلقان، خايف من المستقبل، خايف ان هو ما يكونش معاه فلوس يدفع ايجار، خايف ان هو ما يقدرش ياكل عياله بعد ما كان يعني تلاجته فيها لحمه وفراخ وسمك وفيها كل حاجه، دلوقتي تلاجته لو فيها علبه جبنه يبقى حلو جدا. الناس دلوقتي ما بقتش تاكل فراخ ولا سمك ولا لحمه، حتى الجناحات اللي كانوا بيعيبوا عليها والرجلين دلوقتي مش قادرين اصلا يشتروها. يعني يا ريت يا ريس تنزل زي سيدنا عمر بن الخطاب لما كان بينزل البلد ويشوف البيوت الغلابة اللي ما عندهمش اكل، وكان بيطمئن على كل بيت في البلد اكل ولا ما اكلش. لكن الناس دلوقتي بتبقى نايمة فعلا ما تعشتش، نفسهم ياكلوا فرخة، نفسهم ياكلوا سمك، نفسهم ياكلوا يا جماعة، يعني ياكلوا يعني زي ما رجال الاعمال بتاكل متنعمة وفي المطاعم وفي الفسح وفي الساحل. والناس دي فعلا ناس ميتة، ناس مش عايشة، في ناس عايشة فعلا وناس ميتة فعلا. والناس رغم كده ساكتة وراضية، يعني الناس رغم كده يا جماعة ساكتة وراضية. احنا كشعب مصر احنا ما بنخافش من حد، كشعب مصر اقوى من اي حد.
الشعب يا ريس هو اللي بيعمل الكراسي للنواب ومجلس الشعب، واي حد ايا كان عاوز كرسي الشعب اللي بينزل وينتخبه. فما يجيش في الاخر بقى لما ننتخب ونعمل مجلس نواب وفي الاخر مجلس النواب يجي ويخبطنا بالكرسي في وشنا. ما ينفعش يا ريس. من فضلك يا ريس لو سمحت، احنا عاوزين الناس تعيش في امان. من فضلك يا ريس عاوزين الناس والغلبان يعيش في امان، الناس في خوف وقلق وتوتر. انا مش هتكلم تاني عن قانون الايجار القديم، ما عايزين يعملوا ايه ويسوي، لان فعلا المالك اخد خلوه واخد صيانه واخد دم قلب المستاجر، فحرام ان هو ده جاي دلوقتي يعلي علشان اللاجئ داخل عندنا يدفع اكتر فيطرد بقى المستاجر واللي جاي. فما ينفعش اللي جاي لاجئ عندي هو اللي يتنعم بخير بلدي وارض بلدي وان ينام مرتاح وامن في بلدي، وانا كمصري اعيش متوتر في بلدي. ما ينفعش يا جماعه. يا ريت بقى يعني تاخدوا قرار كده وتلموا الموضوع بتاع الايجار القديم، لان فعلا هيحصل حرب اهليه لو فعلا القرار ده اتنفذ. الناس هتنزل الشارع والناس هتعمل ثوره على المالك، فما ينفعش ان يحصل حرب اهليه بين المالك وبين المستاجر. يا ريت اللي يعني فجر القنبله او اشعلها يطفيها. هل في اول نزول الاسلام حرم الخمره؟ لا طبعا، صح كده، حرمت على تدريج. فده اللي بقوله يا فندم. طب ما انا بقول لك النهارده هاخد 50% من الاجره السوقيه، انت عايز تدريج ايه تاني؟ يعني ما المقصود بالتدريج؟ ما هي دي حاجه ما اقدرش اسنها ان شقه تبقى ب 100 جنيه. لا انا اوضح لحضرتك حاجه بس. اللي حضرتك القاعده القانونيه قاعده عامه مجرده، صح كده؟ ما ينفعش اساوي كل المناطق السكنيه بنفس الحد اللي حضرتك بتقوله. دي امور هتحددها لجان. ما انت لسه بتقول قاعده قانونيه مجرده، يعني المفروض ما تختلفش. لا يا فندم، هتساوي الكل. انت هتساوي هتساوي حضرتك لما اتطبقت. هو هل حضرتك هتساوي الشقق اللي على النيل زي الشقق اللي في مناطق شعبيه؟ حضرتك لسه مكلمني من شويه عن مراعاه اقل شقه في جمهوريه مصر العربيه. حضرتك لسه متكلم في حاجه كويسه جدا من شويه، اللي هي مراعاه كبار السن. في ناس على المعاش، هم كبار السن يا فندم. كبار السن والمعاش عند المستاجرين فقط يا فندم. ما احنا بنتكلم برضه ومن الذي يرعاهم؟ المواطن المصري ولا الدوله؟ يا فندم الدوله مالهاش علاقه. الدوله مين اللي قال يا فندم؟ يا فندم الدوله بتكفل الكوارث. ما ده الخلط اللي عندك. الدوله بتكفل الكوارث والسيول والحروب والقوى القاهره يا فندم. ارجع للماده 78 من الدستور. الدوله لا تكفل الدوله للمواطن حق السكن. ايوه، ده لو ما عندوش الدوله يا فندم. حضرتك ده تفسير خاطئ. الدوله لا تكفل العقود الصحيحه. حضرتك ده تفسير خاطئ. الدوله لا تكفل العقود الصحيحه.